مرحبا أصدقائي. في حادثة يندى لها الجبين، الدرك الوطني بالشلف يوقف مسبوقا قضائيا اغتصب أطفالا قُصّر وقام بتعذيب والدتهم بعد اختطافها. تابعوا معنا بقية التفاصيل الصادمة. فرقة الحماية في حماية الأحداث للدرك الوطني بالشلف تتمكن من تحرير امرأة محتجزة من طرف شخص مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 37 سنة بإقليم بلدية سيدي عكاشة ولاية شلف. حيثيات القضية تعود إلى تقييد شكوى لدى فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بالشلف من طرف أحد المواطنين حول تعرض أبنائه القُصّر واللذان تضمن حضانتهما طريقته للاعتداء الجنسي من طرف المشتكى منه، ليقدم هذا الأخير كردة فعل منه على اختطاف والدة القُصّر واحتجازها مع ممارسة عليها شتى أنواع التعذيب بإحدى المغارات الجبلية المحاذية لمسكنه من أجل إرغام والد الضحايا التنازل عن شكواه. بعد تكثيف التحريات وتنشيط عنصر الاستعلام وتحديد مكان احتجاز الضحية المختطفة، تم الاستعانة بأفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بتنس من خلال وضع خطة محكمة للإطاحة به. بعد مداهمة المكان، تم توقيف الفاعل وسط منحدرات غابية حيث كان مختبئا بين الصخور، وتحرير الضحية التي كانت مربوطة بساقيها ومكبلة اليدين تظهر عليها عدة جروح وكدمات في كامل أنحاء جسمها جراء التعذيب، مع حجز أدوات تستعمل في ذلك تمثلت في كماشة وسكينين. بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.